وتكون خطوة إن شاء الله في سبيل التأهل إلى روسيا. هذا كان أهم نقطة، بالإضافة إلى اجتماعنا مع رئيس الاتحاد اللي حضر مشكورا رغم جدول المزدحم الأستاذ عادل عزت، بالإضافة للأخ عادل بطي. ويعني ناقشنا مع كل ما يخص أو الهموم اللي يعني تخص رابطة دوري المحترفين أو الأندية ال 14 اللي تمثل هذا الدوري، بالإضافة إلى أنه كان في عقد الرعاية مستجد من الأعمال زيارات الرئيس السابق ياسر. هذه كان أبرز الخطوط العريضة للاجتماع. دائما الأندية تبحث عن الموارد المالية بشكل كبير. اليوم كان بالتأكيد في حديث مع الرابطة في هذا الجانب ما يضمن للأندية أنه يكون لها مدخولات مالية. بكل تأكيد هذا كان واحد من أهم النقاط اللي تم مناقشتها سواء في الاتحاد السابق أو الاتحاد الحالي. ناقشناها بالتفصيل من الأخ عادل عزت، وأنا أشوف أنه هناك بوادر جميلة جدا تخص الشفافية، تخص إعادة توزيع حصص الأندية فيما يخص النقل التلفزيوني. أستاذ ياسر يعني أمانة أنا أقول بأنه قاعد يقدم عمل كبير في هذا الجانب، وأتمنى إن شاء الله أنه نجد يعني تطبيق على أرض الواقع فيما يخص هذه النقاط والوعود. في نسب معينة كانت بتروح لشركة سلا وبتروح أيضا للاتحاد السعودي لكرة القدم. أنتم بالنسبة للأندية أكيد كان في مطالبة بأنه هذه النسبة تقل. هل وصلتم إلى حل معين في هذا الجانب؟ يمكن ذكرت في السؤال الإجابة، نعم احنا طالبنا بأن تكون هناك تخفيض للنسبة اللي تحصل عليها صلة، ولكن دون وجود تفاصيل أو تفاصيل نتكلم عنها في الوقت الراهن. وعدنا إن شاء الله أو أنه سيكون لنا اجتماعات مستقبلية لمناقشة مقترحات الأندية.